السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. النهاردة بقى رايحين فين يا تفاحة؟ بجد رايحين النهاردة، كان عندنا يوم جميل جدا 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 وفيديو روعة روعة روعة. عايزة اقول لكم ان احنا اليوم ده كنا فرحانين جدا جدا، وبجد يعني الواحد كان طاير من الفرحة كده. كلنا طبعا مش انا بس. حسيت باحساس ان الواحد لما بيزرع ثمرة والثمرة تبقى الشجرة، والشجرة تطلع وردة. بجد ده كان احساسي اليوم ده. النهارده بقى انت فين دلوقتي يا تفاح؟ احنا دلوقتي في المستشفى. ليه؟ عشان آية بتولد. آية مين؟ آية بنت اختي، طبعا بنتي. بجد بعتبرها بنتي وبخاف عليها زي كأني خلفتها، والله العظيم. يعني الواحد ما اقولكمش بيحبها قد ايه. بصوا بقى، هوريكم بقى المستشفى اللي هي ولدت فيها. بصوا هنا بقى، دي المستشفى من بره. بجد مستشفى نظيفة جدا وجميلة جدا. طبعا المستشفى دي في دمنهور. ابو سليم طبعا هم جابوا ولد. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. قولوا ربنا يفرحهم ويخليه لهم يا رب. اسمه سموه سليم. فطبعا بقت ام سليم وابو سليم. ربنا يخليه لهم يا رب ويخووه ان شاء الله ويبقوا ويشوفوه احسن خلق الله يا رب، هو وعمر وابنائكم جميعا يا رب. بصوا عمر بقى منور المستشفى وواقف على الباب ازاي يا جماعه. بصوا بقى، ابو سليم طبعا حب يعني يحجز لها في مستشفى نظيفه وحلوه عشان برضو يطمن على مسلم وعلى سليم. فحجز لها المستشفى دي بجد حلوه قوي قوي. نظيفه جدا والدكاتره بتاعتها ممتازين. عايزه اقول لكم ان بصوا، يا التليفون بيرن يا الباب بيخبط. عايزين حاجه؟ ناقصكم حاجه؟ ام مسلم بخير. يعني بصوا بصراحه الناس هناك جميله جدا ومعاملتهم حلوه قوي ونظافه وحاجه اطمئنان وحاجه حلوه قوي. بجد ربنا يخليك لهم يا ابو سليم يا رب، وربنا يرزقك برزقهم كده ويتربى في عزك ويخليكم لبعض وما تتحرموش من بعض ابدا. بصوا هنا بقى جنب الاوضه بيبقى فيه استقبال كده بره. ريسبشن. بتطلعي لو عايزه حاجه لو كده بتطلعي. بصوا طبعا الزواق دوت مش من المستشفى. هما اللي مزوقين جابوا حد يعني وزوقوا الاوضه كده من جوه ومن بره. بصوا بجد حلوه قوي قوي. ومكتوب على الباب سليم بالانجليزي. بس بصراحة حلوة قوي قوي، والمستشفى كانت جميلة جدا وكان يوم روعة روعة روعة. طبعا هوريكم دلوقتي بقى ابو سليم بقى وهوريكم بقى اختي ام آية واخواتي. بصوا بقى اهوت. انا طبعا دي انا اللي قدامكم دي يا جماعة. اعملوا لنا لايك بقى واشتراك بقى يا جماعة، ما تنسوش بالله عليكم اللايك عشان بيرفع القناة وبيخلي الفيديو يتشاف والمشاهدة الحلوة، وما تعدوش الاعلانات زي ما اتفقنا. بصوا بقى ام مصطفى وانا وام آية اختي. ام آية واختي الكبيرة التانية صابرين. مرة تانية انا كنت بصور برضو. وطبعا ابو آية بقى اللي جوه دوت، بصوا يعني فرحان جدا. عايزة اقول لكم ان كان نفسي اخلي الصوت واضح يعني، بس مش بعرف اعمل الفيديو نص بصوت ونص من غير، يعني فاهميني. فكان فرحان جدا، يعني حاجة حلوة برضه اما الواحد يحس ان هو بقى جد، يعني بصراحة حاجة والله حلوة وحاجة جميلة جدا وكده. كان فرحان جدا وكان قلقان والله العظيم عليها خالص. هوريكم دلوقتي واحنا قدام باب العمليات. هتشوفوه. بصوا احنا كنا بقى لان خالص ازاي وام مصطفى قعدت تعيط والله العظيم يا جماعة، وخلتني كمان اعيط طبعا دموع الفرح. وان احنا خايفين طبعا على آية برضو صغيرة واول مرة بقى تدخل بقى اوضه العمليات وتولد كده. ربنا يا رب يفرحها بابنها. فكنا قلقانين عليها خالص وفرحانين بيها. وطبعا ابو سليم بقى بصوا قاعد يبوس الولد من ساعه ما طلع، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني كان فرحان بيه وكده. حتى الممرضه كانت عايزاه يمضي على ورق، هو مش معاها خالص ومعاه سليم. طبعا بقى انتظروا الفيديو بتاعنا بتاع الاسبوع ان شاء الله، والسلام عليكم.